السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال تالتة إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. النهارده هنحل مع بعض أسئلة التمييز لدرس من مصر من الحماية البريطانية حتى ثورة 52. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال رقم 14، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. يرجع الهدف الأساسي لإرسال إنجلترا للجنة ميلنر لمصر إلى رغبتهم في إيه؟ شق وحدة الصف المصري. رغبتهم في إيه حبايبي؟ شق وحدة الصف المصري. حدثت أضرار اقتصادية لإنجلترا قبل إعلان تصريح 28 فبراير 1922 بسبب إيه؟ بسبب المقاومة السلبية للشعب المصري. عادت القوات المصرية للسودان بعد معاهدة 36 بسبب إيه؟ إعادة العمل باتفاقية الحكم الثنائي. السؤال اللي بعد كده، ما تقييمك لمصداقية العبارة التالية؟ استمرت مصر تابعة للحكم العثماني أثناء الحرب العالمية الأولى. ما مدى مصداقية العبارة دي؟ طبعا يا حبايبي العبارة غير صادقة. العبارة غير صادقة ليه؟ لأنه في أثناء الحرب العالمية الأولى أعلنت بريطانيا الحماية البريطانية على مصر وبالتالي إنهاء التبعية العثمانية. السؤال اللي بعد كده، حدد أوجه النقد لكل من وزارة إسماعيل صدقي 1930. أوجه النقد لوزارة إسماعيل صدقي باشا، هقول في يونيو 1930 شكل إسماعيل صدقي باشا وزارة جديدة قامت بإلغاء دستور 1923 ووضع دستور 1930 حيث أعطى الملك مزيدا من السلطات وأهدر سلطة الأمة وحقوقها في مواضع كثيرة. أوجه النقد لمعاهدة 1936. رقم 1، بقاء القوات البريطانية في منطقة قناة السويس. يبقى رقم 1 من أوجه النقد لمعاهدة 36 بقاء القوات البريطانية في منطقة قناة السويس. 2، وضع مصر موانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها تحت تصرف بريطانيا في حالة الحرب. 3، تعهد الحكومة المصرية ببناء السكنات والمعسكرات والطرق والكباري اللازمة للقوات البريطانية وصيانتها. رقم 4، استمرار إدارة السودان وفقا لاتفاقية الحكم الثنائي يناير 99. رقم 5، أن تسري المعاهدة لمدة 20 عاما. يبقى عندي نقطة رقم 1 و2 و3 و4 و5 دول كده أوجه النقد لمعاهدة 36. طبعا المقصود برقم 1 هقول بقاء القوات البريطانية في منطقة قناة السويس. بقاء القوات البريطانية في منطقة قناة السويس. دلل، توجد عوامل خارجية ساهمت في قيام ثورة 1919. العوامل الخارجية اللي ساهمت في قيام ثورة 1919: رقم 1، ادعاء إنجلترا وحلفائها بأنها تحارب من أجل حرية الشعوب واستقلالها. 2، إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون المبادئ 14 ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها. هم دول العوامل الخارجية اللي ساهمت في قيام ثورة 1919. 2، دلل، اتحدت طوائف الشعب أكثر من مرة خلال ثورة 1919. اتحدت طوائف الشعب أكثر من مرة خلال ثورة 1919. المرة الأولى يا حبايبي هيكون إمتى؟ عندما بدأت فكرة جمع التوكيلات من الأمة للوفد المصري للسعي إلى استقلال مصر استقلالا تاما، ونتيجة لذلك أصبح الوفد المصري بزعامة سعد زغلول يمثل الأمة. أما المرة الثانية عندما اندلعت الثورة في القاهرة وامتدت إلى كافة المدن والأقاليم، شارك في الثورة جميع فئات وعناصر الشعب المصري ممن يؤكد على الوحدة الوطنية بين أبناء الأمة المصرية. دي كده المرة التانية. أما المرة التالتة عندما رفض الشعب المصري التفاوض مع لجنة ميلنر وقاطعها. يبقى المرة التالتة
عندما رفض الشعب المصري التفاوض مع لجنة ميلنر وقاطعها. دلل: كان لمعاهدة 36 مزايا لمصر على المستوى الدولي. مزايا معاهدة 36 لمصر على المستوى الدولي. على المستوى الدولي يا أبطال هقول رقم 1: انضمام مصر إلى عضوية عصبة الأمم باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة. رقم 2: حرية مصر في عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط ألا تتعارض مع هذه المعاهدة. يبقى الشرطين دول هما مزايا معاهدة 36 لمصر بالنسبة للمستوى الدولي. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلتنا النهاردة. أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.